ووعيا منه بأنه لا تنمية بدون أمن واحترام لحقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، والحق في الأمن الروحي، والحق في الأمن الغذائي. فقد حرصنا على ضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاق احترام النظام العام والالتزام بسيادة القانون، وبشكل يسمح بالتوفيق والموازنة بين واجب المحافظة على النظام العام من جهة وحماية حقوق المواطنين من جهة ثانية، اعتمادا على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى تتمثل في تسخير كل الإمكانيات والوسائل اللوجستيكية التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني في تجويد الخدمات الأمنية بهذه المنطقة الإقليمية، خاصة وسائل التنقل والتدخل بما يتناسب والطبيعة الجغرافية لمدينة بركان، وكذا طبيعة المهام الشرطية. الركيزة الثانية وتتمثل في نهج خطة استباقية لمكافحة كل أشكال الجريمة في مراحلها الجنينية، خطة تروم أساسا تعزيز التواجد الأمني في النقط المصنفة السوداء واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم من مختلف المصالح القضائية والأمنية، وتجفيف منابع المخدرات والأقراص المهلوسة، وإيقاف حاملي الأسلحة دون مبرر مشروع، على اعتبار أن هذا النوع من الجرائم هو المسؤول بشكل مباشر عن اقتراف عدد من الجنايات الموسومة بالعنف. وفي هذا الإطار في إطار المجهودات المبذولة من قبل مكونات هذه المنطقة الأمنية، أسفرت العمليات التي قامت بها مصالح الأمن بهذه المدينة خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2023 إلى غاية 14 ماي 2024 على النتائج التالية: 6614 الأشخاص المبحوث عنهم موقوفين 1819، أشخاص حاملي الأسلحة البيضاء 113، عدد العمليات الأمنية 3740، كمية الكوكايين المحجوزة 172 غرام، كمية الهيروين المحجوزة 541 غرام، كمية الشيرة المحجوزة 13 كيلو و935 غرام، مادة الكيف المحجوز 440 غرام، أقراص المهلوسة المحجوزة 730، السيارات المحجوزة في إطار التجار الدولي في المخدرات أو الاتجار في المخدرات 179، الدراجات النارية المحجوزة في إطار ترويج المخدرات 472، المشروبات الكحولية 352 قنينة، السجائر المهربة 400، الأسلحة البيضاء 342، المبالغ المحجوزة 42148 درهم، الهواتف النقالة 217، ملفات النيابة العامة التي أنجزت خلال هذه الفترة 7820، القضايا المباشرة المنجزة 6054، أشخاص الذين قدموا العدالة 7324، مخالفة السير الطرقي 12650، المبالغ المستخلصة 2,221,700 درهم، عدد المركبات المودعة بالمحجز البلدي 1168 مركبة في نفس الإطار، عدد رخص السير المحجوزة 521، وعدد بطاقة التسجيل المسحوبة 606. فيما يخص محاربة ظاهرة النقل السري وتغيير الخصائص التقنية للمركبات، خلال نفس الفترة فقد تم ضبط 344 مركبة. وفي إطار المجال الرياضي وبمناسبة احتضان مدينة بركان لمقابلات البطولة الوطنية وكأس العالم والمباريات الدولية، فقد كرست هذه المنطقة الأمنية كل جهودها مع كل الفاعلين في الميدان لتأمين المباريات التي احتضنها الملعب بلدي بركان الذي تصل طاقته الاستيعابية 10,000 متفرج، مما مكن من مرور كل التظاهرات الوطنية والدولية في ظروف أمنية جيدة. وفي إطار المجهودات المتواصلة الأمنية لتحسين مؤسساتنا التعليمية من كل الظواهر المشينة والآفات وجعلها مؤسسات تعليمية آمنة، فقد تبنت هذه المنطقة الأمنية برنامجا يتأسس على مقاربة تشاركية ومندمجة مع جميع الفعاليات المهتمة بالفضاء المدرسي، مقاربة تستمد جذورها من مفهوم الإنتاج المشترك للسلامة والطمأنينة العامة، وتستند في ذلك على مقاربتين مكملتين لبعضهما البعض: المقاربة الوقائية، وتعتمد على تعزيز التواجد الأمني المرئي لعناصر الشرطة في محيط المؤسسات التعليمية لتطهير فضائها ومكافحة الجنوح والانحراف والحلول دون وقوع أي جريمة والتدخل عند الاقتضاء. مقاربة تحسيسية في الوسط التعليمي بمختلف مستوياته تستهدف التواصل المباشر مع التلاميذ وتقديم دروس تحسيسية تهم جميع الميادين: السلامة الطرقية، التربية على المواطنة، المخدرات، العنف المدرسي، الجرائم المعلوماتية، الإدمان على الإنترنت وغيرها من الظواهر السلبية التي تتربص بالمحيط المدرسي. أيها الحضور، الله
غادي يتقدم امامنا الاستاذ السي رشيد من تادية واحد الدعاء. تفضل السي رشيد. وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بارك لهذه الأسرة، أسرة الأمن الوطني، في هذا الحفل المبارك البهيج وفي هذا اليوم، واجعلهم خداما لدينك ولكتابك ولوطنهم وللمواطنين ولهذه البلدة المباركة الطيبة. اللهم بارك في هؤلاء الحضور، وعلى رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان. نسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده وفي أعماله، وأن يجعله من عباده الصالحين، وأن يوفقه لما فيه رضاه، فإنه يعلم ما فيه رضاه. اللهم بارك فيه وفي من يعمل معه ومن يخدم هذا الوطن وهذا البلد الأمين وهذا الدين العظيم. اللهم بارك في الحضور جميعا، واجعل عملنا وعملهم في ميزان الحسنات، واختم لنا ولهم بالسعادة. اللهم كن لنا وللجميع وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم بارك في هذه الأسرة المباركة، أسرة الأمن الوطني، وفي عملهم وفي جهودهم، واجعل حماة لهذا البلد ولهذا الوطن وللمواطنين وللمسلمين، وكن لهم ولا تكن عليهم، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ووفقهم يا ربنا لما فيه الخير لهذا البلد الأمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم بارك في كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل البهيج في هذا اليوم المبارك وفي هذه الذكرى المباركة علينا وعلى إخواننا جميعا. نسألك اللهم يا مبدئ يا معيد يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم أن تنصر أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، صاحب الجلالة الملك محمدا السادس، نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه من كل سوء ومن كل شر، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. احفظه اللهم بما حفظت به السبع المثاني والذكر الحكيم، وبما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم انصره نصرا عزيزا مؤزرا، وخذ بيديه وأقر عينه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن، وشد أزره بصنوه وشقيقه المولى الرشيد. واغفر اللهم لوالده وجده الملكين المجاهدين، جلالة الملك الحسن الثاني وجلالة الملك محمد الخامس، رحمة واسعة، وجدد عليهما الرحمات. اغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، كفى بك وليا يا خير الناصرين. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.